السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد الشوربه اللي تجي زوينه بزاف، بحال هاد الشوربات هادو تيتقدموا هكذا في المطاعم الكبرى. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بالطريقه هذه وتعرفوني علاش نهضر. الصراحه تجي زوينه بزاف. ودابا غادي ندوزو مع المقادير وطريقه ديال التحضير. هنايا في كوكوط خديت شويه ديال الزبده، وكذلك غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون. غادي نخليوها هكا غير تذوب هاد الزبده هادي. صافي هنايا من بعد ما غادي تذوب لينا شي شويه هاد الزبده هادي، غادي نضيف هنا انا درت جوج ديال البصلات متوسطين اللي قطعتهم هكذا طيفات صغارين. هانتوما غتشوفوا ويدهم حتى مشنفين ماشي مشكل، حيت من بعد غادي نطحنوا كلشي. صافي هذه هي البصله ضفتها، وغادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. انا الابزار البارح ما كانش عندي تقادة ليا، درت شويه ديال السودانيه صافي. وغادي نشحر هاد البصيله بعدا هي الاولى شي شويه، عاد غادي نضيف الخضره الاخرى. صافي هنايا غادي كما قلت لكم درت شويه ديال السودانيه، نتوما ديروا شي اللي ديروا البزار. وحتى بهاد السودانيه تجي فواحد المذاق ديال الحرور هكا شويه زوين. هنايا من بعد ما تقلات شي شويه ديك البصله، درت هنايا القرع الخضراء ولا الكورجيت مع خيزو، وغادي نخليهم حتى هما. راه كلشي على هاد التشحيره الاولى ضروري تشحروا، كلشي على هاد التشحيره الاولى. صافي من بعد ما تشحروا واحد شويه حتى هما، ضفت بطاطا وغادي نبقى درت واحد البطاطا وحده حلوه والباقي البطاطا العاديه. صافي وغادي نبقى نقلبهم حتى هما بحال هكا حتى تشحر نيت مزيان هاد البصله حتى هي البطاطا حتى هي بحال هكا. صافي هنايا الا نتوما كنتو مزروبين عليها مرقوا بالماء طايب باش دغيا طيب. كنتو يعني عندكم الوقت، انا درت غير الماء البارد صافي. وغادي نسد عليها غير تقريبا ما بين 10 دقائق هكاك حتى ل 15 دقيقه. ما تخليوش الخضره طيب بزاف وتهرى، تكون باقا شويه شاده في راسها باش ما يجيش في هذاك المذاق ديال الصوبه. صافي هنايا من بعد ما طابت الخضره كما قلت لكم انا ما تنخليهاش بزاف تطيب بزاف، انا غير تصفر الكوكو تنحسب لها ديك 10 دقائق. المهم ضفت واحد 3 الفرماجات، اللي ما بغاش دير في الفرماج ممكن انها تضيف الكريمه. صافي من بعد ما طحنتهم غادي ندوز غادي ندير معكم واحد المرحله اخرى. غادي نضيف هنا واحد شويه ديال المعدنوس المقطع صافي. وغادي نخلي هنا الكوكوت على جنب باش غادي ندوزو ناخذ واحد شويه ديال الطريفات ديال الدجاج. نتوما غتشوفوني كيفاش غادي ندير لهم. خديت واحد الطريفات ديال الدجاج قطعتهم هكذا صغيورين، حكيت عليهم واحد الفرع ديال واحد هكذا واحد الفريع ديال الثومه، وغادي نضيف عليهم شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وغادي نشحر هاد الطريفات هادو ديال الدجاج. واللي بغات تعوض هاد الطريفات ديال الدجاج هكذا شي حوت ابيض وداكشي ممكن صافي. وغادي نشحرهم هكذا في البوطه، ما ديروش بزاف حتى تتحرق الثومه، غير شويه وصافي. صافي هنايا من بعد ما شحرتهم غادي نضيفهم هنايا في الكوكوط، وغادي نردها واحد 5 ديال الدقائق غير يعني تطلق ديك الثومه في الشوربه وصافي. وغادي نوري لكم الشكل النهائي. صافي هنا غادي نردها واحد شويه فوق البوطه شي 5 دقائق هكاك وصافي. هذه هي الشوربه ديالتنا تجي على الشكل هذا، تجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم باش تعود الفائده على الجميع. وشكرا لكم والتتبع ديالكم والدعم ديالكم كذلك. جربوا هاد الشوربه هذه الصراحه تجي رائعه. راه هاد بحال هاد الشوربه هذه راه تتقدم في المطاعم الكبرى بالثمن، تجي زوينه بزاف. كذلك هنايا تجي خاتره وتيجي المذاق ديالها زوين. نتمنى انكم تجربوها.
يالّا بالسلامة عليكم، نتلاقى في فيديو جاي إن شاء الله، مع السلامة.